لا تبخلوا علينا باشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. كشف الناخب الأولمبي طارق السكيتيوي عن حقيقة تدخل وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول في اختصاصاته من خلال ظهوره مع الأولمبيين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وقال السكيتيوي في الندوة الصحفية التي عقبت مواجهة مصر في مباراة الترتيب التي انتهت ب6-0 لصالح المغاربة: بالنسبة لي ولزميلي وليد الركراكي فإننا هنا جميعا لخدمة الكرة الوطنية. وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم: تهمنا السعادة التي نرسم على وجوه المغاربة بعد تحقيق أي انتصار أو التتويج بالألقاب. ورافق ظهور الركراكي في مستودع ملابس الأولمبيين في أولمبياد باريس 2024 ضجة كبيرة بين المغاربة، حيث اعتبر كثير أن مدرب المنتخب الأول تخطى صلاحياته، في حين يرى آخرون أن الأمر يبقى عاديا. وقس المنتخب الوطني المغربي الأولمبي على نظيره المصري بسداسية نظيفة على أرضية ملعب لابوجوار بنانت الفرنسية ضمن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، محرزا بذلك الميدالية البرونزية. ويبدو أن الانتصار الكاسح للمنتخب الأولمبي المغربي على نظيره المصري ستكون له تداعيات وخيمة على اتحاد كرة القدم وباقي الاتحادات الرياضية بجمهورية مصر العربية. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قال بهذا الخصوص بأنه سيحاسب الجميع على النتائج بعد الخسارة القاسية أمام الأولمبي المغربي. وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أن الدولة لم تقصر في دعم الاتحادات ماديا ومعنويا وتوفير كافة احتياجات اللاعبين. وشدد صبحي على أن الوزارة حرصت على توفير الدعم الكافي واللازم للاتحادات الرياضية، متوعدا بمحاسبة المقصر ومراجعة كافة النفقات التي تمت مباشرتها خلال الموعد الدولي. جدير بالذكر أن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لم تظفر إلا بميدالية برونزية في هذه التظاهرة عكس تكهنات المسؤولين. وبتسجيل رحيم هدف في شباك المنتخب المصري يدخل الدولي المغربي مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تاريخ الألعاب الأولمبية من أوسع الأبواب بعد قيادته أشبال الأطلس إلى التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024. ووصل رحيمي إلى 8 أهداف في أولمبياد باريس 2024، معادلا رقم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي سجل 8 أهداف في أولمبياد أثينا 2004. كما عادل المهاجم المغربي رقم اللاعب المصري مصطفى رياض الذي يعتبر أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في نسخة أولمبية واحدة برصيد 8 أهداف في دورة 1964. جدير بالذكر أن رحيمي سجل في جميع مباريات المنتخب الوطني المغربي في أولمبياد باريس 2024 ضمن دور المجموعات قبل أن يواصل هز شباك الخصوم في دورين لخروج المغلوب.